السلام عليكم. نتمنى هذا الفيديو هذا يلقاكم على خير. اليوم ان شاء الله جبت لكم كلاص بالحامض، كلاص اللي زوين ساهل ولذيذ، يعني من العشاق ديال الحامض غادي يحمقوا عليه بحالي. نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو. ما تنسونيش من اللايك والتعليق الزوينه اللي كتحفزني وكتخليني دائما كنعطي اكثر واكثر. اذا ندوزوا المقادير وطريقه التحضير في نفس الوقت. هنا عندنا واحد الساشي ديال الكلاص، بودره ديال الكلاص ديال الفاني. كنديروها هكا في البول اللي غادي نطربوا فيه بالطراب الكهربائي، او لا كانت عندنا العجانه مزيان. المهم صافي. هنا بالنسبه للمقادير هي بسيطه، انا غادي نقولها معكم، يعني كنحضر في الكلاص وغادي نقول لكم. كنزيدوا كاس مع مرش ديال الماء بارد، وكاس مع مرش ديال عصير ديال الحامض، وكنبداو كنطربوا. وكنزيدوا القشره ديال 3 ديال الحامضات تقريبا ولا 4 ديال الحامضات اللي عصرنا. صافي كنخلطوا الكل جيدا حتى كينسجموا. هنا سمحوا لي طاح لي التليفون، ماشي مشكل، كيوقع هادشي. صافي من بعد مني كيتخلط، يعني كنطربوا مزيان داك الكلاص حتى كينسجموا لنا العناصر كامله. كتولي ماشي كيطلع شونتيي كيف ما مثلا ملي كيكون الكلاص هكا بلا كريم شونتيي ولا هذا، ما كيطلعش كلاص، يعني ما كيطلعش شونتيي، كيولي موس بحال هذا الشكل هذا. هنا ما نساوش اننا ضفنا واحد نص كاس ديال النسلي ديال البيت اللي كنت صايبت معكم. الصراحه كيجي لذيذ وسهل في التحضير، راه عندي في الفيديو، تقدروا ترجعوا للفيديوهات الاولين وغادي تلقاوه. صافي كنخلطوا الكل وكنوضعوه في بواطه، كنديروه في الكونجيلاتور، ومن بعد كنجبدوه يعني من واحد 4 السوايع، كنجبدوه على هذا الشكل هذا وكنقدموه في الكويسات. كيجي الصراحه رائع واقتصادي بزاف، غادي يعجبكم. ان شاء الله تجربوه غادي تردوا عليا الخبار. صافي هنايا كيف ما شفتوا كنحاولوا نديروا ديك المعلقه ديال الكلاص اولا غير معلقه عاديه، ونحطوا فيها هكا في الكويسات ونقادو ونزينوا باش ما بغينا بالشكلاط ولا باللوز ايفيلي كيف ما درت. وريقه النعناع على هذا الشكل هذا، كنعرفوا ان وريقه النعناع كيتماشاو مع الحامض كيجي زوين. صافي وهنايا كنزين بالصوص ديال اولا الصلصه ديال الشكلاط والصلصه ديال الكراميل، يعني كيبقى التزيين حسب الاختيار. كنتمنى يعجبكم. بالصحه والراحه، الى فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.